أهلا وسهلا فيكم اليوم بوصفتنا المميزة واللذيذة جدا اللي هي ورق العنب المحشو بالخضار مع اللحم الضان أو اللحم بعظمه. بداية رح ناخذ مكونات الحشوة اللي هي ضمتين من البقدونس المفروم، ضمة نعناع مفرومة، وضمة بصل أخضر مفروم. عنا كاسة صغيرة من زيت الزيتون، كاسة صغيرة من عصير الليمون، ملعقة قهوة، 4 فصوص ثوم مهروسة، بندورة والملح. البندورة بمعادل 4 حبات مفرومة بشكل جيد. ممكن انتوا تحبوا تزيدوا كمية الخضار حسب رغبتكم. طبعا عندي انا هون الرز بعد ما غسلته ونشفته، بضيف عليه الخضار. طبعا يفترض الرز يكون الحبة القصيرة. انتوا فيكم تضيفوا كمية اقل من الخضار او اكثر حسب رغبتكم، بس انا بحب كمية الخضار تكون كمية كبيرة فيها، هيك بتكون الفائدة اكثر ونكهتها اطيب. حتى لو زدنا الحشوة زيادة بورق العنب ساعتها بتذوب الخضرة، يعني ما بتعود ترزز معنا. اضفنا الخضار، بضيف عصير الليمون، ملعقة القهوة. القهوة بتعطي كثير نكهة لذيذة للأكل خاصة لورق العنب. الثوم المهروس، الملح حسب الرغبة، بالإضافة للزيت. هلأ أنا رح أخلطهم بشكل جيد وابدأ يعني أحشي الورق. هلأ نحن الخطوات اللي أنا رح لكم إياها أو الملاحظات هي اللي بتحافظ على الورق العنب يكون لامع، بالإضافة إنه نحافظ على لونه، اللون الفاتح للورقة ما تسود معنا. وكذلك الطريقة حتكون سهلة جدا لطبخ اللحم، يعني حيطلع اللحم ذايب ذوبان. بداية أنا إذا كان عندي ورق العنب مرتبنات يفضل إنه يغسله بشكل جيد، وبعدين بنشفه على مصفاي لحتى تنشال منه كل المي. وباخد الورقة، هذا الوجه الناعم ما بلفه، الوجه الناعم بخليه للأسفل، وأنا رح أحط الحشوة على الوجه الخشن. وببدأ أحط الحشوة، ما بنكثر زيادة لحتى ما ترزز عنا ورقة العنب، لحتى تطلع مستوية تماما وما يكون فيها حبات لساتها مو مستوية. وببدأ بلفها بداية عن الجنبين، بعدين من الجهة الخلفية، وبلفها للأمام. كتير سهلة وبسيطة الطريقة. حاول نشدها شوي لحتى ما تفتح. شايفين ما أحلى منظرها؟ راح نعيد مرة ثانية. إذن الوجه الناعم بنخليه للأسفل، وهذا الوجه الخشن هو اللي حنحط الحشوة عليه. إذن عن الجانبين بنسكرها، وبنرجع من الجهة الخلفية كمان مسكرة، ما بنترك ولا أي فراغ لحتى ما يطلع منها الرز. وبلفها بهدوء. صح بدها تاخد معكم وقت، بس أكلي بتستحق التعب. تابع الطريقة لحتى انهي ورق العنب كامل. هلأ بدي ابدأ احضر اللحمة. راح احتاج البهارات التالية: بهارات مشكل، كزبرة، فلفل ابيض، قرفة، مسحوق الثوم، مسحوق البصل، زنجبيل، وملح. انتوا لو حبيتوا تضيفوا اي نوع من البهارات انتوا بتفضلوها، هي حسب رغبتكم. هلأ انا بخلط البهارات كلها مع بعضها، وببدأ بوزعها على اللحمة. هلأ أنا هون هيك جبت اللحمة لحم بعظمه، طبعا لحم خروف يفضل يكون، ويفضل يكون فيه شوية دهنة. هلأ في ناس بتحب تجيب قطع الدهنة لحالها تحطها بينهم، أو ممكن كمان تاخد الريش، تسمى الريش أو الأضلاع،
لكن بهيك أكلات يفضل إنها تكون من لحمة الرقبي، يعني اللحم بعظمه يكون من الرقبي لأن بتكون أطرى، ويفضل إنها تكون الخروف. بأرض الطنجرة أنا بحط ورق العنب لحتى أحمي اللحمة من إنها تحترق أو إنها تلصق بأرض الطنجرة. ممكن نحط بالإضافة لورق العنب، ممكن نحط بعد ورق العنب بطاطا أو جزر حسب ما بتحبوا. بعدين بحط اللحمة اللي أنا بهرتها وببدأ صف ورق العنب. بعد ما انتهيت أنا رح ضيف عصير الليمون، هيك بتطلع نكهة اللحمة مشبعة بالليمون غير شكل نكهتها. وبضيف زيت الزيتون، زيت الزيتون حيعطي اللمعة. الليمون ضروري نضيفه بهاي المرحلة. هلا في ناس بتقول انه اذا اضفنا الليمون ممكن يكز ورق العنب. لا ابدا، هذا الكلام ابدا ما مزبوط، لانه هيك كله بيستوي مع بعضه البعض. بعدين بجيب ورق العنب وبسكر الطنجرة بالاخر من فوق بحيث انه ما يدخل الهواء نهائيا. اذا لما نحن ما دخل الهواء راح نحصل على ورق العنب اللي هو اللون الفاتح، اذا هيك ما بيسود. اذا لنحافظ على اللون اللمعة بنضيف زيت الزيتون، بعدين لنحافظ على اللون الفاتح للورقة لورق العنب ما لازم ابدا نتركه مفتوح، لازم نحط عليه هذا الورق ونسكره. بعدين انا اضفت كاسة مي محلول فيها الماجي وفيكم تستغنوا عنها، وبضيف يعني راسي من الثوم، فيكم توزعوه او تحطوا بهذا الشكل. وبعدين راح ضيف المي المغلية حصرا، ما بصير تضيف مي باردة. اذا السر اللون الفاتح لورق العنب هو انه نسكره بورق العنب من فوق بحيث ما يدخله الهواء نهائيا. بضيف المي اللي عم تغلي لحتى تصير فوق ورق العنب بعقدة الإصبع، يعني لهذا الحجم. مجرد ما صارت أكثر من عقدة الإصبع بكفينا. بنحطن على النار لحتى يبدوا يغلوا بشكل قوي. مجرد ما بلشوا يغلوا بخفف الغاز على الآخر وبغطي الطنجرة وبستنى عليهم. ممكن ياخدوا معنا ساعة، ساعة ونص، ما في مشكلة. هلأ بعد ما استووا شوفوا ما أحلى هاللون، ما تغير لونهم نهائيا، طبعا لأنه أنا سكرت عليهم بورق العنب. وهي النتيجة النهائية، اللحم دايب على الآخر، لون الورق بجنن ومستوي على الآخر. شوفوا ورق العنب كيف دايب ذوبان. بتمنى لو وصفتنا عجبتكم فضلا وليس أمرا تضغطوا لنا على زر الإعجاب، كذلك الاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليوصلكم كل جديد. شكرا جزيلا.